انا بعتبر ان رمضان 2025 هو فجر الجيل الجديد. فاكر بدايه حلمي؟ طب فاكر سعد؟ فاكر ظهورهم مع علاء ولي الدين؟ طب لا استنى، فاكر من قبلهم هنيدي بقى، الشاب القصير ده اللي بيعمل مشاهد صغيره في افلام زي الهروب والمنسي وبخيت وعديله، وبعدين بيعمل فيلم مع المطرب محمد فؤاد، الفيلم اللي محدش بيتوقع له بالنجاح لدرجه المنتج بتاعه ما بيكملش الفيلم وبيكمل انتاج الفيلم من بعده محمد فؤاد. هو اللي كمل الفيلم ونزله كان بيدلل عليه ويقول لمديرين السينمات ارجوكم خدوا الفيلم. طب حفله الفيلم بينزل في السينمات مع فيلم المصير وبيكسر الدنيا، ومحدش بيتفرج على المصير اللي مخرجه يوسف شاهين ومليان ابطال زي نور الشريف وليلى علوي ومحمود حميده ومحمد منير. والسنه اللي بعدها هنيدي بيعمل فيلم مع شركه العدل جروب، الشركه اللي عملت عظمه وليها دور كبير في تاريخ السينما المصريه، بس ده مش وقته، كده كده في حلقه كامله عن عائله العدل. المهم الفيلم ده مش بيكسر الدنيا، ده بيبقى منعطف تاريخي في عالم السينما المصريه، فيلم بينهي مسيره نجوم كانوا لسه بيعافروا ان بارقهم يرجع للسينما تاني، زي نور الشريف وناديه الجندي ونبيل عبيد ومحمود حميده والهام شاهين. حتى عادل امام نفسه اتأثر في الفترة دي وأفلامه ما كانتش رقم واحد في الإيرادات كالعادة في السنتين ثلاثة دول، وده طبعا قبل ما يعمل الريمونتادا الشهيرة ويكسر الدنيا بعدها. لكن صعيدي في الجامعة الأمريكية بنتكلم عنه كتير لأنه كان فيلم حلو ومهم وفيه أغاني حلوة ارتبطنا بيها وإفيهات أكتر عايشة معانا لحد دلوقتي. قبل احنا انكتب علينا إن سجايرنا تبقى واحدة. واللي بيزيد من أهميته إنه كان شهادة ميلاد لجيل جديد بيتولد قدام عينينا في السينما، بنشوفهم وهم بيكبروا وينجحوا قدامنا وكأننا أصحاب من نفس الجيل. بنتكلم عن محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب وهاني رمزي. السنه اللي بعدها بينزل فيلم عبود على الحدود، علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز واحمد حلمي. ثم في بدايه الالفيه الجديده بنستفتح بفيلم الناظر، الفيلم الايقوني اللي بيتولد من خلاله النجم محمد سعد واحمد حلمي وبيكون تاكيد على نجوميه علاء ولي الدين. علاء ولي الدين اللي كان اول ممثل في مصر ومش هبالغ لو قلت في العالم يكون الكاركتر التخين وفي نفس الوقت يكون نجم شباك وبيعمل افلام بطوله، دي حاجه ما حصلتش في السينما المصريه وعلى حد علمي كمان في العالم كله. ولو حد يعرف بطل صف اول بالمواصفات دي يقول لي في التعليقات. بابا مات وماما سافرت وسابتني لوحدي، ما بقاليش حد غيرك انت يا عاطف. المهم بتنطلق النجوم دي كلها وبيعملوا لنا افلام ومسلسلات عايشين عليها لحد النهارده، لكن علشان التاريخ بيعيد نفسه والتغيير هو سنه الحياه، وعشان كل نجم بياخد وقته واللي ما بيجددش بيتنسي، في نجوم في الجيل العظيم ده لسه بيقدموا اعمال حلوه، لكن في نجوم تانية بدات تخيش لدرجه ان ما بقاش حد فينا يشوف لهم اعمال عشان ما ينزلوش من نظرنا كفنانين. وفي نفس الوقت اللي الناس دي بتخيش فيه وبيعملوا افلام ومسلسلات تقريبا ما حدش بيشوفها، بنبتدي نشوف جيل جديد، احمد مالك واحمد داش ورحمه احمد، مصطفى غريب، طه دسوقي، حاتم صلاح وعصام عمر. الجيل اللي بقالنا فتره بنسال نفسنا هل الجيل ده من الممثلين يقدر يشيل السينما والدراما ولا لسه محتاجين وقت؟ هل الجيل ده هو اصلا جيل المستقبل ولا مجرد ترند وهينتهي؟ بص انا كنت ممكن اتناقش معاك واسمع منك لحد من سنه فاتت ان لا الجيل ده لسه بدري عليه او انه مش قد انه يشيل بطوله افلام ومسلسلات، لكن بعد اللي عملوه في اخر فتره وخصوصا بعد موسم رمضان 2025 اقدر اقول لك بالفم المليان ان الجيل ده استوى تماما وجاهز حالا انه يشيل الصناعه دي على كتافه. ما هو اصلا لما يكون انجح المسلسلات في الموسم الرمضاني هي مسلسلات للنجوم اللي بنتكلم عليها دي، زي مسلسل اولاد الشمس اللي بيصنف من افضل المسلسلات في رمضان واللي ابطاله اتنين من الممثلين المفضلين بالنسبه لي، احمد مالك وطه دسوقي، اللي محدش فيهم مثل بالصدفه ولا بياخد بطوله مسلسل عشان له قرايب مهمين، لا ده كل واحد فيهم له قصه وسكه عرف يدخل لنا منها وخلانا نشتري منه. احمد مالك بيمثل من وهو في اولى ابتدائي، شارك في اعلانات ومسلسلات لحد ما جات له الفرصه انه يشارك في فيلم زي الجزيره 2، اول الافلام اللي بيتشاف فيها مالك على مستوى السينما، وبيشتغل مع طاوله الصناعه زي شريف عرفه واحمد السقا وخالد صالح وخالد الصاوي عشان ياخد من خبراتهم وينطلق ويشارك في افلام ومسلسلات مهمه زي هيبتا واشتباك وشيخ جاكسون والكنز وكيرة والجن، ومسلسلات زي مع سبق الاصرار وافراح القبه لا تطفئ الشمس، وبيعمل مسلسل في 2022 بطوله جماعيه اسمه بيمبو. وعلى الرغم ان المسلسل ده كان دماغ مختلفه وحاله انا شخصيا حبيتها جدا وشفته اكتر من مره، الا ان المسلسل ما بيتشافش قوي، ولحد ما بيعمل في اخر السنه اللي فاتت مسلسل مطعم الحبايب، المسلسل اللي بينجح نجاح معقول جدا، وبيختم بقى في رمضان 2025 بمسلسل اولاد الشمس، مسلسل حلو قوي ومفاجاه رمضان السنه دي. احمد مالك بيلعب دور جديد عليه وبعيد عن شخصيته تماما، ويكفي مشهد اللقاء بينه وبين والدته بعد غياب 20 سنه، مشهد صعب ومحتاج ممثل كبير وقديم عشان ينفذه صح، لكن مالك بيعمله بمنتهى البساطه والسهوله. طب معلش يعني ممكن الصورة. وعموما احمد مالك بعد الدور ده اثبت انه ما بقاش الشاب الصغير الوسيم اللي بيعمل ادوار خفيفه، مالك خلاص بقى الشاب مفتول العضلات اللي قادر انه يعمل الاكشن، والممثل اللي مشاعره اكتملت وموهبته اختمرت وبقى قادر انه يعمل مشاهد تراجيدي تعيطك وتنكد عليك، واعتقد انه خلاص حجز مكانه وسط نجوم الصف الاول. وخلينا نلعب معاك لعبه كده انا بحبها، هنشبه كل ممثل من الجيل الجديد بممثل من الجيل القديم، بعيد بقى عن ان كل ممثل له طعمه ومش هيتكرر والكلام الكبير ده، هي مجرد لعبه وعايزك تشاركني فيها برايك. وانا رايي ان احمد مالك هو احمد السقا هذا الجيل. اما طه دسوقي ففي
ففي ظرف 4 سنين بس بقى من اشهر نجوم مصر، من الستاند اب كوميدي لفرصه دور خفيف في مسلسل موضوع عائلي، دور شاب متدلع في بيت اهله دمه خفيف ومش محتاج ممثل شاطر قوي عشان يعمل الدور بشكل مظبوط. فاللي بيحصل ان طه طلته على الشاشه خفيفه وبتعجب الناس وبيعلق معاهم الدور، ومنه الادوار تانية بسيطه في افلام ومسلسلات لحد ما بتجيله الفرصه التانية عشان يعمل دور اي ممثل شاب في بدايته يتمناه. 15 حلقه مع نجم زي احمد امين، كل حلقه بشخصيه مختلفه، افضل فرصه تقدر تثبت فيها نفسك لو انت ممثل شاطر. وفعلا طه ما بيرفضش الفرصه وبيعمل دور عمره. قدره طه دسوقي في التنقل بين الشخصيات الخفيفه لدور معقد في مسلسل زي حاله خاصه اللي جسد فيه دور مريض التوحد باقتدار شديد، ولا كانه لسه ممثل شاب بيبدا طريقه ومش محترم عقولنا خالص. المسلسل اللي كانت مغامره كبيره من المنتج طارق الجنايني ان طه دسوقي ابن السنتين تمثيل يكون هو البطل، لكن المغامره بتكون ربحانه تماما والمسلسل بينجح نجاح كبير. ثم بينتقل طه كالعاده لحته تانية خالص في مسلسل اولاد الشمس، وبيقدر انه يخلي شخصيه مفتاح اللي جسدها في المسلسل شخصيه حقيقيه تصدقها وتتعاطف معاها، رغم انك عارف ان كل ده تمثيل في تمثيل، لكن طه قدر انه يخلي الشخصيه من لحم ودم ويجبرك انك تصدقه وتفضل معاه خطوه بخطوه وهو بيفرش في الشخصيه طول احداث المسلسل لحد ما بنوصل للماستر سين العبقري والمشهد اللي بيموت فيه مفتاح يخلي قلبك يتخلع من مكانه كانك تعرفه وعشيرته وصاحبته. طه دسوقي بيفكرني من الجيل القديم بكريم عبد العزيز، نفس دمه الخفيف وطلته اللي تدخل القلب بمجرد ما تشوفه، وفي نفس الوقت لما يعمل دور دراما بتصدقه من اول لحظه. عندي اقتراح للمنتجين اتمنى اشوفه، ولو حصل يا ريت ما ينسونيش في النسبه بتاعتي. في ثلاثي كده اتمنى اشوفهم مع بعض في اكتر من عمل، وشايف انهم ممكن يعملوا حاله زي فهمي وهشام ماجد وشيكو، عندهم القبول والكاريزما والموهبه، واتوقع ان هيكون عندهم الكيمياء مع بعض عاليه جدا. لو عرفت انا بتكلم عن مين وقف الفيديو واكتب لي في التعليقات. رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب. مش هتكلم كتير عشان وقت الحلقة وعلشان كمان طمعان ان اعمل لهم حلقة لوحدهم من كتر جمالهم ولذاذتهم وشطارتهم. رحمة في ناس كتير انتقدتها بعد الكبير وان صوتها مزعج وكده، لا تعالى اتفرج عليها في 80 باكو يا باشا، شوف المواهب الخام اللي مصر بتقدمها، اتفرج على اللون اللي عمرك ما كنت تتوقعه منها. في الاول هتخليك تشوفها شريرة، وبعدين هتشوفها طيبة وتتعاطف معاها وهي بتحكي عن نفسها ومقاسيها، وتكتشف فجأة انها بتسرق فلوس من المكان اللي شغالة فيه فتقفل منها، تشوفها وهي بتلاعب ابنها تحبها تاني، ورحلة من المشاعر المختلفة اللي هتوصلها لك بشخصيه عبير اللي لعبتها بحلاوه ما تتوصفش. رحمه بتفكرني ان الجيل القديم بالموهوبه حنان ترك. اما حاتم صلاح ابن من ابناء المسرح الكوميدي واشتغل في ادوار صغيره زي ليالي اوجيني وكارمن وبدل الحدوته 3، لكن الدور اللي كان مفتاح الفرج بالنسبه له هو نفادي. اما الدور اللي قدر انه يكشف فيه عن قدراته التمثيليه هو دوره في مسلسل اخواتي. وباختصار شديد اقدر اقول لك ان حاتم صلاح عنده حضور طاغي وعمل ميكس خطير ما بين الكوميديا الصارخه والدراما اللي ما يعملهاش غير ممثل جامد، وعادي جدا انك السنه دي تشوفه بطل فيلم او مسلسل ناجح وبيكسر الدنيا. حاتم صلاح لو هشبهه بحد من الجيل القديم فلازم يكون حد حريف في كوميديا الافيه اللي بيعتمد عليها حاتم، وبالنسبه لي الاحرف في المنطقه دي هو احمد عيد، فاكهه رمضان 2025 والسبب الرئيسي في نجاح مسلسل اشغال شقه. والفضل يرجع لسلكان هشام ماجد اللي عملت له حلقه عن سلكانه، بس لو ما شفتش الحلقه روح شوفها، 5 دقائق من سلكان هشام ماجد. المهم مصطفى غريب هو نجم الكوميديا القادم بدون كلام كتير والاسباب معروفه، وتشبيهه بحد من الجيل القديم فدي حاجه محسومه. طلعت زكريا رحمه الله عليه. في ممثل اسمه عصام عمر هل علينا بمسلسل من سنتين بس اسمه بالطو، بطوله مطلقه بيكسر الدنيا في حدث ما بيحصلش كتير، يخرب بيت اللذاذه والبساطه اللي بيمثل بيها، حضور طاغي، كاريزما رهيبه، قبول غير عادي. فكره انك تعمل مسلسل بطوله في بدايتك دي مغامره كبيره، بس صدقني مفيش منتج هياخد المخاطره دي الا لو شايف قدامه موهبه استثنائيه. وفعلا عصام عمر من اول طله بيدخل قلب الجمهور بسرعه روبرتو كارلوس في اليابانيه، وبعدين بيعمل فيلم بطوله وبينجح. والسنه دي في رمضان عامل مسلسل نص الشعب اسمه محمد، ورغم اني بكتب الحلقه دي قبل نزوله والحلقه دي انت غالبا هتشوفها بعد نزول 3-4 حلقات من المسلسل، بس انا هو انت اهو المسلسل هينجح وهيكسر الدنيا. وده مش عشان انا ساحر ولا عبقري، بس ثقه في عصام عمر بصراحه اللي بيفكرني بطله احمد حلمي في بداياته. خد بقى عندك الاسامي دي وخليك فاكرها كويس عشان هيجي يوم وهيكونوا هم نجوم الصف الاول مع الاسامي اللي اتكلمنا عنهم. حمزه العيالي ممثل من العيار التقيل زي ما بيقولوا، متمكن من ادواته ومن الاخر مشخصاتي زي ما الكتاب بيقول. احمد داش ممثل شاطر قوي بس لسه فرقعته ما جاش وقتها. علي صبحي من الممثلين اللي هنسمع اسمهم كتير الفتره الجايه. دنيا سامي الشهيره بفاتن في 80 باكو وعيشه في النص، ممثله مش عاديه بملامح مصريه اصيله ودم خفيف وهنشوفها كتير برضو الفتره الجايه. ميشيل ميلاد واحد من اللي هيكتسحوا الشاشات لان ببساطه الموهبه الحلوه بتثبت نفسها. كل هؤلاء النجوم بقى مع واحد من اشطر وامتع واذكى المغنيين اللي مثلوا في تاريخ مصر، دياب. ورغم انه اكبر سنا من كل النجوم اللي اتكلمنا عنهم لكن خلونا نقحمه وسط الجيل ده كده عشان يكون هو المدير الفني بتاعهم، ويبقى هو شريف منير الجيل ده اللي هو اكبر منهم سنا شويه لكن يعتبر معاهم في نفس الجيل، مع الوضع في الاعتبار اني شايف موهبه دياب تفوق موهبه شريف منير اللي بالمناسبه انا بحبه
جدا. شريف منير احرف واحد في مصر يلعب كوميديا رد الفعل اللي هي نوع الكوميديا المفضل بالنسبه لي، لكن دياب ممثل خطير بياكل المشهد من اي ممثل قصاده مهما كان مين، وبدون مجهود او حزقه او انفعالات ملهاش داعي قدر بشخصيه اسعد انه يحبس لك نفسك ويخليك مش عارف رد فعله هيكون ايه، ويخليك تكتشف ان الهدوء احيانا بيكون مرعب اكتر من الزعيق والصوت العالي. دياب ممثل موهوب جدا، وزي ما قال الاستاذ يسري الفخراني عنه انه عنده حضور هو الاقرب لولاد البلد. المواهب كتير والجيل ده مليان فنانين جامدين، في منهم اللي نور ومنهم اللي لسه هيثبت نفسه. بس الحلقه يا دوب كده نقفلها، ولو نسيت حد من الموهوبين قولوا لي عليه في التعليقات. لو عملت لايك للفيديو ده هيكون دعم كويس للحلقه لو عجبتك، والشير يعني الحلقه تنتشر اكتر واكتر، فما تبقاش بخيل وخليك جدع عشان تحفزني اعمل حلقات ومواضيع تانية نتناقش فيها مع بعض. وربنا يبعت لك ايام جميله ايا كان مكانك على وجه الارض.